سي ابراهيم شحور، مرحبا بك اليوم انت الان بغينا ندير معك واحد الحوار تتحدث لنا عن ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ومشاركتكم في مدينة العيون. وأولا أنت رئيس الكونفدرالية ديال سيدي فني الفروسية، تحدث لنا على دور هذه الكونفدرالية في المنطقة وفي إقليم سيدي فني، وخصوصا مشاركتكم في العيون، في مدينة العيون بمناسبة ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا الفيدرالية قامت بواحد تنسيق للتغطية الفروسية بمنطقة الجنوب. صيفطنا سميتو 3 الجمعيات العيون، 2 الطرفية، 2 الدخلة، 7 بإقليم سيدي إفني. يعني سميتو الفيدرالية خطط منطقة الجنوب ككل، ثم استقبال ديال منطقة الجنوب سواء العيون وسواء الدخلة وسواء الطرفية. قاموا بالتنسيق وقاموا بالضيافة وقاموا بعدة مصالح كالدعم والمحبة واستقبال شرف كبير للفروسية في المنطقة الجنوب. ومع الأسف إقليمنا سيدي إفني لم نرى أي حد في هذا الاستقبال، سواء المنتخبون وسواء السلطة الذي نورمالما سيقدمه، كاين المنصة سيقدمه الاستقبال للفروسية والفولكلور إقليم المشاركة في الذكرى 40 لمسيرة الخضراء. إقليم سيدي إفني على ما ننتظر أن منتخبون إقليم سيدي إفني لهم فكرة العنصرية وفكرة التشويش وفكرة القسام وفكرة الأحزاب والجرائم فقط. إقليم سيدي إفني نقول الكرام انتهى منذ الأجيال السابقة، واليوم أعيان سيدي إفني لا حول ولا قوة إلا بالله. الكرام الذي كان سابقا في أيطبع عمران توفى رحمه الله. ايوا، الكونفدرالية هذه تغطي كاع، تدخل في المناطق الاخرين، مناطق الداخل، هما اللي فين كتشاركوا في الجديدة، هما اللي فين كتشاركوا. واليوم في ذكرى الأربعين شاركتوا في الجنوب، كانت الامور بخير. ولكن كما قلت المنتخبين الان ديال سيدي فني يتميزون بشيء اخر على غرار الاخرين في السابقين، كانوا يستقبلونكم بطريقه حسنه وبطريقه جيده، فكيف تعبرون عن هذا؟ سميتو التراث ديال أيطبع عمران الاول هي الفروسيه سابقا، والفروسيه تراث العالم، تراث الحروب سابقا. حنا الهدف ديالنا نسقنا باش ندرنا الفيدراليه حسب احياء التراث ديال هاد الفروسيه في المنطقه. كنا ب 13 جمعيه، اليوم وصلنا الى 18 حتى ل 20 جمعيه. هاد الفيدراليه بغات باش تزيد لقدام، وبغات باش تزيد باش تقدم الفروسيه والشباب للتدريب الفروسيه للمستقبل. ولكن مع الاسف المنتخبون ديال إفني لا حول ولا قوه الا بالله، سواء من طرف الفولكلور والثقافه وسواء حتى من المصالح. الى جينا باش نفكروا منذ استقلال انا متتبع هذه المشاريع سميتو ديال سيدي إفني. عندي تجربه برا خارج الوطن وداخل الوطن. إفني ما عرفناش شكون اللي سقط عليه. المينا 33 سنه ماقي انديكابي. الحي الصناعي 27 سنه باقي معوق. طريق إفني طنطن مدشن منذ 2 سنين باقي ما درتش حتى التركس ولا حتى الدراسه. القناطر منذ الفيضان
ولاو عندنا جوج طبالي. الا كاين طرق غادي تقطع التواصل بين الجهه والمدينه والقبائل. القناطر ديال إفني ما زال إقليم إفني ضعيف جدا. انخفاض المدينة منذ الفيضان ب30%. اليوم إفني ولا بحال الضوار. وهذا والسلام. شكرا 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 شكرا، عبرت بما فيه الكفاية. شكرا.